individuellement. Donc je pense que le fait qu'on se défende tous ensemble, qu'on attaque tous ensemble, ça va être la clé. Bien entendu, on termine avec des joueurs qui doivent sortir, donc c'est un peu plus embêtant. نحس الإصابات يتوالى على لاعبي المنتخب الوطني المغربي بعد نيف أكرد الزلزولي والمزراوي. هذا الماتش الودي مع النرويج عطانا تعادل، ولكن عطانا جوج إصابات، رغم أن كاين مؤشرات ديال أن كاين منتخب اللي متجانس، ولكن للأسف جوج إصابات اللي وحدة خطيرة ديال الزلزولي حسب تقرير طبيب الفريق، والأخرى ديال مزراوي اللي شويه خفيفه، ونتمناو يتجاوزوها ان شاء الله. واللي سبب في هذه الاصابات في مقابله واحده الوديه مع النرويج لاعب واحد وهو شارلوت لاعب اتلتيكو مدريد اللي عنده حسابات مع لاعبين المغاربه. ما عرفتش شوفوا كيفاش دار المزراوي فاش دفعوا وسجل الهدف وما عجبوش الحال. زاد في لاكسيون الثانيه شوف كيفاش دفع الزلزولي، وهذا بالنسبه لنا حنايا مشكل، لان حتى عندنا كثرة الاصابات وكاين بعض اللاعبين اللي غير جاهزين اللي غادي ربما يرومبلاسيهم. كذلك تنظن دابا جا الدور ديال بوفال اللي يمكن ليه يكون هادشي هذا هو الخيار اللي ربما يقدر يلعب عليه المدرب. تقارير طبيه كتقول بان اصابه ديال المزراوي ربما لا تدعو للقلق، ولكن اصابه ديال الزلزولي نتمنوا ليه الشفاء ونتمنوا ليه يرجع، لانه لاعب مهم وكاين بلاصتو في المنتخب. وهاد الاصابات ماشي غير المغرب اللي كيعاني منهم، وانما كذلك حتى المجموعه اللي كاين فيها المغرب كيعاني. مثلا البرازيل الظهر الايمن ديالهم راه تصاب، واسكتلندا وسط الميدان ديالهم حتى هو مصاب. بالنسبه لالمانيا توعت ليهم لينادكار اللي هو لاعب بايرن ميونخ، او غادي يتعوض كذلك الارجنتين كذلك غادي يتصاب لها المدافع ديالها ليوناردو ديباردي اللي هو زميل ديال نيف أكرد. اول مونديال ليه، ولكن المدرب مازال عنده امل انه يلعب، مازال ما بدلوش. فبول جولدن لاعب النمسا حتى هو تصاب، النمسا كذلك محرومه من لاعب. كذلك منتخب السويد تصاب لهم ايميل هولم اللي هو لاعب ممتاز وعنصر نشيط المنتخب، ولكن الاصابات منعته. بالنسبه للناخب الوطني مازال ما خداش القرار واش يستبدل الزلزولي ولا لا، لان خاصو التقرير النهائي ديال الاطباء ديال المنتخب، وديك الساعه يشوف واش غادي يشونجيه بلاعب اخر ولا لا، وسيرتو بوفال. علاش انسيستينا على الزلزولي؟ لان ستيل اللعب ديال الزلزولي كيهاجم وكيدافع وكيجيب كورتو كيقلب على كورتو وكيبيركيتي الخصم، يعني كيهاجم ما تيرجعش اللور. اصداء كتقول بان اللائحه الموسعه فيها بوفال معما، واللاعب الثالث هو الزبيري اللي تالق وطلع النيفو ديالو. اللاعب الرابع هو لاعب بن جديده، لاعب المغرب فاسي، هداف البطوله الوطنيه، وعلاش لا ما يكونش، علاش ما تعطاش ليه فرصه. خلوا لينا لايك واشتراك، وقلنا في الكومونتير شكون اللي يمكن يعوض الزلزولي. نتمنى هاد الاصابات وهاد الغيابات ما ياثروش على الاداء ديال المنتخب الوطني المغربي، ونتمنى ان شاء الله نتالقوا. عندنا لعابه اللي غادي يعوضوهم ان شاء الله، ولما لا. بالنسبه للاخطاء ديال التنظيف الميريكان لم تعر اي اهتمام لبطوله كاس العالم، بحال البطوله المحليه عندها وصافي، عادي كيجيو المنتخبات عاديين. كذلك مشكل ديال الفيزا اللي استعصى على بعض من الجماهير انهم ياخذوا الفيزا وبعض اللعابه، وهذا مشكل. هذا البطوله كاس العالم بحال البطوله المحليه عندها وصافي، عادي كيجيو المنتخبات عاديين. كذلك مشكل ديال الفيزا اللي استعصى على بعض من الجماهير انهم ياخذوا الفيزا وبعض اللعابه، وهذا مشكل. هذا انسيبورتابل بالنسبه لبعض اللاعبين ما متعودينش انهم يلعبوا في هذاك الجو الحار. كذلك من بين انتقادات الطريقه ديال تفتيش اللاعبين او الجماهير يعني مستفزه، وفي اي لحظه الا بغاو يعاود يصندقوك ولا يسولوك ممكن انهم يديروا اي طريقه، وهذه مساله مستفزه. هي مخصه الفوتبول الامريكان وفيها العشب الاصطناعي، يعني ما كيتماشاش مع
مع الطريقه اللي كيلعبوا بها اللعابه وفين كيترينيو. بالنسبه للمنتخب السينيغالي استفزوه استفزاز ودلوهم، قلبوهم، لا اللعابه ولا الجمهور، وما خرجوا حتى بشي تصريح سبحان الله الا في المغرب كلشي متوفر لهم وتيهضروا. منتخب سويسرا في الملعب وجرى الحصه التدريبيه ديالو، هذاك الملعب عامر بالثعابين يعني حتى اللعابه خافوا لقاو راسهم في واحد المحميه ديال الحيوانات. بالنسبه للمشكل ديال الحكام، بالنسبه للحكم السوداني اللي كيشبه لابو فله ما خرجتش ليه الفيزا، انا ما مشاش الميريكان، تخسى علاش الله اعلم. واللاعب العراقي ايمن حسين اللي لقى راسو 7 سوايع ديال الاستجواب والاستنطاق عاد باش خلاو دخل. بالنسبه للحكام ولا اللاعبين خصها تكون واحد السلاسه في التعامل مع السلطات وكذلك في لا ديوان. بالنسبه للفيزا يعني خصها دافونس ان هذا الشيء اللي غادي يديروا معاه بحث قبل يجي الميريكان كاع في القنصليه عندهم تما في اي بلاد ويعطيهم الفيزا ديالهم.